السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا غادي ندير لكم الطريقة ديال الملاوي مختلفة، يعني غندير لكم يعني شي طرق. اختاروا نتوما الطريقة اللي تجيكم سهلة وديروها، راه كيجي مرق وزوين وخفيف وما تشبعوش منه، والاهم هي الطريقات كلهم ساهلين. يعني بالنسبة للمبتدئات اختاري الطريقة اللي تجيكي سهلة، هي اللي تبقاي ديري بها هاد الملاوي. هانتوما شوفوا تبارك الله كيف كيجي. نبداو معكم بالمقادير. عندي هنايا زلافه ديال الفينو وزلافه ديال الفورس. غادي نغلب شي شويه الفورس، ندير تقريبا زلافه ونص فورس وزلافه ديال الفينو. الفينو يعني كالرقيق ماشي السميده رقيقه، الفينو طحين الحرش الرقيق. وكنغربلهم، كندير واحد الخماره ديال الحلوه 7 أو 8 غرام، طبيعه الحال الملحه، ومعلقه ديال السنيده ولا معلقه السكر. وكنعجن بالماء دافي الا بغيت العجينه تجيني مطلوقه، يعني دغيا تطلق ليا في يدي. ندير الماء دافي، كنت ما مزروباش عليها، مثلا كنت غنعجنها في الصباح وحتى العشيه عاد نصايبهم، ندير الماء بارد وصافي ونخليها حتى ترتاح على خاطرها. الماء دافي كيخليها دغيا تطلق راسها. ومن الاحسن ما تعجنوهاش قاصحه من الاول، يعني ديروها شويه خفيفه باش ما تعذبكمش وما تدلكوهاش عاد بزاف، حيت يكفي تخليوها ترتاح صافي وراه كتطلق راسها وكتجي مدلوكه. نتوما غادي تشوفوا معايا، ما غاديش نخبي عليكم شي حاجه. غادي تشوفوا العجينه ما غضربوش معاها تماره، وغادي تجي منبله يعني بحال اللي عنيت عطيتوها دليك. انا غير كنجمعها هكا وانتم تشوفوا معايا كيف غندير لها. كيف كتشوفوا العجينه راه عاطيه الطوع، يعني ماشي قاصحه، ما لقيتش معاها مجهود. يعني من الاول عطيوها الماء باش ما تجيكمش، حيت الا درتوها من الاول قاصحه كتحتاجوا تبقاو تدلكوا فيها باش يلا ترطب. هكا من الاول كتجي رطبه صافي كتخليوها ترتاح وكتجي مزيانه. نتوما تشوفوا غنديو نجيبها غير شويه هنا فوق الرخامه، وغادي نغطيها بالميكا ونخليها ترتاح. انا ما خليتهاش ارتاحت بزاف، خليتها تقريبا واحد الساعه صافي ورجعت ليها، وانتم تشوفوا كيف غتولي. ما تبقاش بحال هكا ممشقه، ولا غادي تولي يعني رطبه ملسه ومنبله. صافي دابا غادي نجيب السلوفان ندورها عليها ونخليها ترتاح. كل ما خليتو العجينه ارتاحت كل ما جاتكم مزيانه. تقدر كاع تبات في الثلاجه وكتجي رائعه، كتجي مطلوقه وكيجي الملوي منبل وكيجي زوين وعطي طوع. انا ما عطيتهاش الفرصه انها كنت مزروبه عليهم، خليتها دابا في هاد قبل ما نكورها خليتها ساعه، ولكن من بعد ما كورتها زربت عليها. نتوما لا عطيتوها الخاطر، يعني خليتوها دابا ارطابت ومن بعد ما تكوروها تخليوها مازال ترتاح شي ساعه ولا ساعتين، راه كتجي فنه. عندي هنايا ديك الخلطه اللي غادي نفرق بها الملاوي، اللي هي سر من هاد الاسرار ديال الملوي اللي كيجي زوين. كاس ديال الزيت الروميه، ونص كاس ديال الفينو، ومعلقه كبيره ديال الفورس، وخماره وحده ديال الحلوه. وغندير واحد شويه ديال الفاني، غير شويه باش كيعطي واحد النسمه زوينه وكيجيكم يعني كتجيكم نسمه الفاني في الملوي كتجي زوينه. اللي بغا ما يديرهاش ما يديرهاش، اللي ما عندوش مع الفاني. صافي وكنميكسيهم مزيان حتى كتولي عندي على شكل كريمه. كنخليهم على جنب هي اللي باش غادي نفرق. وغادي نحط واحد الزليفه ديال الصغيره ديال الزيت غير باش نمسح بها الملوي في يعني التوراق في الاول، الرخامه وداك الشيء ضروري الزيت.
دابا غادي نجيب العجينه، غادي نكورها، نديرها كويرات صغار، نخليها في الصينيه شويه غير شويه، خليتهم انا تقريبا غير واحد 5 دقائق وبديت كنخدمهم. يعني كنت مزروبه عليهم، ما عطيتهمش الفرصه انهم يرتاحوا اكثر، ومع ذلك جاو زوينين. هانتوما تشوفوا العجينه كيف ولات، يعني بلا ما دلكتهاش بزاف، راك شفتوني حضرتوا معايا، شوفوا يعني الفواقات، فقاعات، يعني بحال دلكت مزيان. غادي دابا نكورها نحطها في الصينيه وندوز نخدم معكم الطرق اللي قلت لكم. تنورقها بحال هكا الوريقه. هذه الطريقه من الطرق اللي غادي نقول لكم. كنلو نديرها بحال غادي ندير مسمنه، وكنديرها بحال هكا وهكا، وكنديرها على شكل هكا بريه. كنسرح الورقه الثانيه. هادو تيجيو ساهلين، كيجيو نيت مرقين من داك الشر فيه. كندير ديك الحشوه ضروري ملي كنجي نطوي، راه كندير ديك الخليط اللي درت ديال الفينو والفورس والزيت، كنشرط بحال هكا بالموس، وكنبدا نجمع على ديك الورقه الاولانيه وكنطوي. دوك كنجمع دوك الجوانب في الوسط، راه كلشي كيجي ممرق. المهم كنعطيه الشكل النهائي، كنعطيه شكل دائره باش كيجيني ملونين. هذيك القطعه غادي نحيدها بلاش. كنقلبها ونجمعها هكا صافي ونحطها ترتاح. غادي تبقاو معايا حتى تشوفوا الطرق كاملين، يعني تشوفوا الفيديو بلا ما نبقى نشرح لكم، وغادي تعرفوا كل طريقه وتبعوا الطريقه اللي جاتكم سهله واللي عجبتكم هي اللي غادي تتبعوا. انا كنهضر مع المبتدئات بطبيعه الحال، اما المحترفات ما عندي ما نقول لهم. هذه حتى هي راه كنلوي نديرها بحال الشكل المصنعه، هي كنجيب هاد الطرف هكا وهذا هكا وكنلويها على بعضياتها وكنخليها ترتاح باش من بعد كنطويها كتجي مزيانه. كنطويها هكا شكل مربعات مرخوفين، وكان داك الطريف الاخراني راه كندخلو في الجناب وكنخليها ترتاح. من بعد راني كنجمعها كما عارفين، الملاوي كيتجمع في الاخر باش كيعطينا دائره. شفتوا هذه كيفاش جمعت عليها؟ صافي كنديرها على شكل عاوتاني دائره ونخليها ترتاح.
بهاد الطريقة راه كنقطع الشرائط، وكل شريط كنزل شريط فوق شريط، من بعد كنخليهم دوك الشرائط يرتاحوا وكنلويهم صافي كتعطيني ملوية مورقة. مستطيلات على بعضها ونخليها ترتاح عاود وكنطويها على شكل ملوية. هاد الطريقة حتى هي اللي كديريها على شكل هكا، شكل طويل ملوي كيجي طويل، ومن بعد كتلويه غير بيدك تطويها بيدك. وطريقة تانية اللي كتلوي على المدلك، انا غادي نديرهم لكم بجوج وانتم عزلوا عاود هذه شي شويه كتجيكم صعيبه، كانت هذيك كانوا كيديروها في زمان هي او هي الطريقه د الملاوي الاصيليه كيديروا بحال هكذا وكيبقاو يطويو. غير الطويه ما تكونش يعني مزيره، تكون مرخفه. اولا كتجيبي المدلك بحال هكذا وكتلوي عليه، حتى كتلوي على المدلك كامل وكتسلتيها وتخليها حتى تطلق راسها وتجمعيها، تجمعي على الجنيبات ديالها. دابا سالينا كلشي، هانتوما غادي ندوز دابا للطياب. هانتوما تشوفوا تبارك الله كيف كيجي منبل، الجناب ديالو كيكونوا منبلين، ما تطرطقوش ديك الفقاعات، خليوهم كيجيو زوينين فاش كيطيبوا. كنسخن المقله الثقيله وكنقرصهم ونديرهم في المقله، وغادي نوريكم في المقله الطريقه ديال الطياب ديالهم حتى هي راه مهمه. يعني الا درتي الملاوي وضربتي عليه تمر وما عرفتيش طيبيه راه ما غاديش كيجي زوين بطبيعه الحال. كيخص حتى الطياب يكون هو هذاك. انا ما خليتهمش ارتاحوا كيف قلت لكم، ولكن راه جاو رائعين، وانتم كل ما خليتوهم ارتاحوا راه غادي يجيكم احسن من هذا. غنديكم دابا المقله باش تشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالهم كيف كتكون، ونتمنى تجربوا هاد المليويات. يعني طريقه ساهلين ومتداولين، غير كاين اللي ما كيعرفوهمش، درناهم للمبتدئات اللي عاد البنيتات اللي عاد دخلوا الكوزينه وعاد اللي عاد تزوجوا كيبغيو يبينوا حنيت يدهم. ها انتم تبارك الله راه ما تبرعوا في الملاوي. دابا بالنسبه للمقله راه كيف كنرميها نعيش شويه وكنعاود نقلبها، ما نخليهاش حتى طيب، غير كيف كنرميها غير تشد شويه راسها نقلبها. هانتوما تشوفوا معايا هذه اللي رميت دابا دغيا غادي نعاود نقلبها، ونبقى مره مره كندورو مره مره كندورو باش كيجي اللون ديالو موحد. شفتوا هانتوما راني قلبتها ولكن باقا بيضه بحال هكا، كيجي مورق وكيتحلوا الوريقات وكيجي زوين ورطب. كنستمر هكا حتى كنسالي الطياب ديال الملاوي كامل، ومن بعد نوريكم النتيجه النهائيه. التصوير راه بالليل ما بانش مزيان، ولكن غادي نحاول نصوروا لكم بالنهار
يعني الشكل النهائي ديالو الاخراني غادي نصورو لكم بالنهار، نخلي حتى لغدا نعاود نصورو باش تشوفوا كيف كيجينا. هذا الضو ديال الكاميرا ما كتبينش ليا التصوير مزيان، في الليل كتبينو شويه صفر، ولكن بالنهار غادي يبان لكم اللون زوين ويبان لكم على طبيعته، وتشوفوا التوراق كيف كيجي. واخا برد بقى كيبان منبل ومرق من داك الشرف. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. وانتم تشوفوا الصور بالليل، ولكن بقى انتم ضروري من تحيدوهم من المقلاق ديروا هاد العمليه هكا، تضربوهم باش كتساعدوهم باش يتحلوا الوريقات. شوفوا راه باين العربون. هادو بالنسبه اللي درتهم الشكل، هذا الشكل من الاشكال، وهذوك الاخرين اللي باقا ما وريتكمش راه شكل، هما اللي درت وحده في قلب وحده، هذوك الكبوبرين. شوفوا كيف كيجي، رائع رائع، كله زوين بزاف. عاد هانتوما دابا في الغدا بالنهار صورت لكم، شفتوا كيف كان في الليل صفر، ودابا بالنهار اللون ديالو عاد كيبان. شوفوا التوراق كيف كيجي، شفتوا كيفاش كتجي رقيقه الورقه ومنبله، يعني باينه الملاوي ديال لاله ومولاتي. وتبارك الله عليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.